الزيرو ده اللي هو ايه، الواحد ده اللي هو اس، الاتنين اس، تلاتة ايه، الاربعة ام، صح؟ فالمفروض كده هيجيب له كله. كده اكسسنا على العناصر كلها اللي موجوده، جابها لي بالشكل ده. كود وذا سم، من الصفر نبدأ نوصل للأحلام. يا سلام، لابتوب مفتوح قلبك مليان. اهلا بيكم في فيديو جديد، والنهارده هنفهم مع بعض ايه هو الاندكس وايه هو السلايس. بس قبل ما نعرف يعني ايه اندكس ويعني ايه سلايس، هنعرف يعني ايه اوبجكت الاول. لو انا عملت متغير سميته اكس، حطيت فيه البيانات اللي هي عصام بالشكل ده، فالبيانات دي اي بيانات في بايثون انا بحطها في متغير او اي بيانات في بايثون موجوده هنا بتبقى عباره عن اوبجكت، بتبقى عباره عن اوبجكت او النموذج. الاوبجكت ده ممكن اغيره، الاوبجكت ده بيتغير عادي، ممكن اغيره اسميه علي مثلا بالشكل ده، ممكن اغيره احط اي قيمه. فاذا اي بيانات عندي في بايثون عباره عن اوبجكت، عباره عن ايه، عن اوبجكت. تمام قوي. الاوبجكت دي بيبقى بيتضمن او بيبقى فيه عناصر. هو مش الاوبجكت علي ده بيبقى فيه عنصر اللي هو الاي، وعنصر اللي هو ال، وعنصر اللي هو الاي، فبيبقى عباره عن عناصر او بيتكون من عناصر. تمام قوي. العناصر دي بيبقى كل عنصر فيها عباره عن اندكس، يعني كل عنصر فيها بيبقى بيحتوي على اندكس معين. يعني مثلا الايه، الاندكس بتاعها او الرقم بتاعها 0، والال ديت 1، والاي دي 2، وهكذا. تمام تمام. يعني لو حطيت اكتر من، خلينا نحط هنا مثلا عصام بالشكل ده، فهنا 0 1 2 3 4 5 6. فهنا الاندكس ستارت 0، بيبدا من 0، الاندكس بيبدا من 0. تعالى كده نشوف الكلام اللي انت بتقوله ده. عملنا متغير سميناه اكس وحطينا فيه مثلا القيمه دي عصام بالشكل ده، وعايزين مثلا هنعمل اندكس عليها. يعني ايه اندكس بقى؟ الاندكس ان انا باكسس على عنصر واحد. يعني ايه اندكس؟ ان انا باكسس على عنصر واحد. يعني مثلا لو قلت لك انا عايز اطبع الاي بس من العنصر، من العناصر دي او من الاوبجكت ده كله، عايز اطبع العنصر اي بس من الايه، من الاوبجكت ده كله، هتقول هتعمله لي ازاي؟ فسهل جدا الطريقه بتاعتي. هنعمل برينك طالما هتطبع، وهنادي على اكس، بس بالشكل ده هيطبع لك عصام كلها، صح؟ هيطبع لي النص كله او الاوبجكت كله. ولكن انا مش عايز الاوبجكت كله ده، انا عايز الاي بس. فهروح اعمل كده، هروح اجي فاتح السكوير براكتس، معلش، هروح اجي فاتح ادا اكس وفاتح السكوير براكتس بالشكل ده. تمام، فاتح السكوير براكتس بالشكل ده، واجي حاطط فيها الاندكس. هنا بحط الايه، الاندكس. تمام تمام. فهحط مثلا اندكس 0. هنا اندكس 0 معناه ان انا هنادي على الاي، هنادي على الاي. تعالى كده نشغل رن الكود، فرننا للكود قام مطلع لي الاي. طب اذا العنصر الثاني هيبقى واحد، صح؟ هيبقى واحد. فتعالى كده نشوف. فعملنا الزيرو دي قمنا شايلين حاطين واحد، والزيرو ده قمنا شايلين حاطينه اتنين، وكده هيطلع لي اي اس اس، صح؟ فتعالى كده نرن الكود اي اس اس. الله ينور. ايه ده؟ طب تعالى نكمل بقى، تعالى نكمل كده، نحط الاتنين ده، نحط 3، نحط 4. فبالشكل ده المفروض هيجيب لي اي. الزيرو ده اللي هو ايه، الواحد ده اللي هو اس، الاتنين اس، 3 ايه، الاربعه ام، صح؟ فالمفروض كده هيجيب له كله. كده اكسسنا على العناصر كلها اللي موجوده، جابها لي بالشكل ده. تمام تمام. هو ده الاندكس. وخلي بالك ان الاندكس عباره عن ايه، عباره ان هو بيجيب لك سنجل ايتم. يبقى انا عندي الاندكس عباره عن ايه، ان هو بيجيب لي سنجل ايتم، بيجيب لي سنجل ايه، ايتم، بيجيب لي عنصر واحد، ما يقدرش ان هو يجيب لي اكتر من عنصر. طب ما دي مشكله، صح؟ هي مش دي ممكن تبقى مشكله ان انا عندي عنصر واحد؟ طب ما يفترض ان انا عندي مثلا الاسم ده عباره عن 3، يعني اسم الاول والاسم الثاني والاسم الثالث مثلا، وعايز اجيب مثلا اطبع الاسم الاولاني، فكده الاندكس مش هيشتغل معايا. معلش هنا ان هنا ان، معلش. تمام تمام، كويس قوي. فهنا لو انا عايز اطبع من ايصام كده من اول الاندكس 0 لحد الاندكس مثلا 4، فكده هيبقى في مشكله عندي. ليه مشكله؟ لان انت بتقول لي دلوقتي ان الاندكس هو سنجل ايتمز، يعني بيجيب لك عنصر واحد، زي ان هو بيجيب لك الاي، بيجيب لك الاس، بيجيب لك وهكذا، بيجيب لك حرف واحد او عنصر واحد. تمام قوي. الحل هنا في السلايسنج. بس قبل ما نروح للسلايسنج وافهمك في السلايسنج، عايزين نشوف كده مثال كمان على الاندكس. لو جيت اعمل كده، قلت لك متغير، عندي متغير زد،
هحط فيه الرقم اللي هو 1000 وعايز اندكس على العنصر او اكسس على العناصر دي، فاروح ايه اكسس على العناصر دي بالشكل ده. هروح اقول زد، المفروض انت هتعمل لي كده، هتعمل سكوير براكتس وتحط الزيرو. انت لو حطيت الزيرو فهيجيب لك اول عنصر صح اللي هو واحد، المفروض هنا هيجيب لك واحد. وكمان لو عملنا اندكس واحد هيجيب لك زيرو، والاندكس 2 هيجيب لك الزيرو الثاني، اندكس 3 هيجيب لك الزيرو الثالث، وهكذا صح. لو جينا شغلنا هيدينا ايرور، ادانا ايرور هنا. ايه المشكله بقى هنا؟ قال لي هنا في غلط في اللاين 14 اللي احنا طابعين فيه، تمام. ايه بقى النوع؟ قال لك هو في غلط في النوع، لان الانت ده هو اوبجكت از نوت سبسكرايبتبل. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك ان الانت مش بيتعمل له اندكس، من الاخر اي ارقام مش بيتعمل لها اندكس، اي ارقام مش بيتعمل لها اندكس. فانا عايز اشوف الانواع البيانات اللي بيتعمل لها اندكس عشان ابقى فاهم. قال لي انواع البيانات اللي بيتعمل لها اندكس عباره عن 3 انواع بس، عباره عن السترنج زي النص ده اللي محطوط ما بين علامات التنصيص دي، تمام، ده يتعمل له اندكس عادي. وكمان الطبل اللي احنا كنا بنعملها، النوع اللي هو الطبل، وكمان النوع اللي هو الليست. الثلاثه دول بيتعمل لهم ايه؟ بيتعمل لهم اندكس والسلايس، والكلام ده بينطبق على السلايس كمان، تمام كويس قوي. يعني لو جينا هنا قمنا شايلين الالف ده وحاطينه في لسته كده بالشكل ده، حاطين 1,0,0,0، فكده عملنا 1000 بس في ايه؟ في لسته، عملناه في لسته، فكده هيطبع لي وهيشتغل و100 اهو. طلع لي واحد هنا في الاخر اهو، تمام كده طلع لي واحد. اقدر اطبع الايه؟ الثلاثه التانيين بالشكل ده. هنا غير بس الاندكس اخليه واحد، هنا 2 معلش، هنا 2، هنا 3، تمام. المفروض كده هيجيب لي ايه؟ ده هيبقى 0، هنا هيبقى 0 وهنا كمان 0. المفروض هيشتغل بالشكل ده. تعالى كده اهو 1 0 0 0 كده عملنا اكسس على العناصر اللي موجوده في الليست دي. طب كده عرفنا اتحققنا ان الليسته برضو تنفع، وكده عرفنا ان النصوص تنفع. ليسته مين؟ الطبل. عايزين نشوف الطبل كنا بنغير الاقواس عشان تتحول لطبل صح، هي نفس الاستخدام ونفس كل حاجه ونفس الطريقه اللي بتاعت الكتابه، بس بنحول الاقواس بدل ما هي اقواس سكوير كده بنحولها الى اللي هي البراكتس العاديه، تمام. والرن الكود كده جابها لي برضو بالشكل ده ومفيش اي مشاكل. وكده عرفنا ان سترينج والطبل والليسته كمان ينفعوا، تمام. وكده فهمنا الاندكس ببساطه شديده يعني، تمام. تعال بقى نشوف معانا السلايسنج. ايه بقى السلايسنج عباره عن ان هو بيجيب لك مور ايتمز، يعني ايه؟ بيجيب لك ايتمز مع بعض، مش بيقتصر على سنجل ايتمز واحده، تمام. فانا لو عملت متغير سميته اكس، حطيت فيه القيمه اللي هي دي، اللي هو حطيت القيمه دي، تمام، حطيت القيمه دي، وعايزين ايه؟ ناكسد على عصام بس. فهنعمل ايه؟ قال لك سهله جدا جدا جدا. يعني هحط اكس كده بالشكل ده واحط السكوير براكتس اكني هاكسس على عنصر واحد، تمام. انت عايز تاكسس من فين لفين؟ انت قلت من فين لفين، فهبدا من 0، من اندكس 0 فاتكه 0 الى اول ما اعمل الى، فديت معناها الى كده اللي هي الاثنين كولون دي بالشكل ده. الى فين بقى؟ الى الاربعه بقى. الام دي مكانها الاندكس 4، ما هنا 0 1 2 3 4، فهنا احط 4، تمام. بس لو جيت شغلت هيجيبها لك اهو. جاب لك ايه؟ اي اس اس اي. استنى بقى، ده جاب لي اي اس اس اي، ما جابليش الام. ليه ما جابليش الام؟ احنا كده عرفنا السلايسنج عباره عن ايه. السلايسنج عباره عن ستارت، بحط ستارت ايتم يعني بدايه الايه؟ العنصر، بحط الاثنين كلهم فوق بعض دمت، وبحط الاند ايتم. حد عنده اي مشاكل في الكلام ده الاول؟ ما حدش عنده مشاكل، ولكن لاحظنا مشكله هنا ان انا عندي الاند ايتم ما ظهرتش عندي. ليه ما ظهرتش؟ قال لك لان هي نوت انكلود. يعني ايه نوت انكلود؟ يعني مش بتتضمن او مش موجوده فيها. يعني اما اجي انادي كده بقول 0 لحد 4، فكده الاربعه مش معانا. فايه الحل عشان اظهر الام؟ هتقول لي زود واحد، هتبقى 5 يعني. فاما ازود واحد هيجيب لي الام اهو بالشكل ده، جاب لي الام والدنيا زي الفل. وكده فهمنا السلايسنج. بس في حاجه مهمه جدا ممكن نلعب عليه، وانا مش ممكن اشيل الزيرو ده. يعني ما هي كده البدايه هتبقى 0 برضو. يعني وانا لو شلت الزيرو هيحصل مشكله؟ مش هيحصل مشكله. ليه ما حصلش مشكله؟ لان هو عامل سيستم لنفسه كده ان هو لو ما لقاش 0 اكنك انت قايل له اعمل من البدايه، تمام، او اطبع لي من البدايه لحد العنصر 5،
اللي هو الام. تمام كويس قوي. طب مثلا لو انا عايز اطبع من اول وليد لحد الاخر فاعمل ايه؟ هو خلي بالك المسافه بتتنطق معايا، المسافه عنصر برضه. تمام. فاقول من اول 6 لحد كام بقى؟ لحد النهايه. النهايه كام؟ ممكن احسبها وممكن اقول -1 بالشكل ده تجيب لي النهايه. ممكن اعمل لحد اهو جاب لي وليد، بس -1 ده ما جابليش وليد. تمام، ما جابليش الدي. انا ممكن بقى عشان اختصر الكلام ده ممكن اشيل -1 خالص واقول له من 6 اللي هو من اول الدبلو لحد الاخر، فهيجيب لي وليد بالشكل ده. جابها لي وليد، واحنا كده فهمنا الفكره ماشيه ازاي. طب لو انا عايز مثلا اكسس على عنصر واسيب عنصر، يعني ايه؟ لو انا عايز اكسس على الاي واسيب الاس واخد الاس الثانيه واسيب الاي واكسس على عنصر الام واسيب المسافه واخد الدبلو وهكذا، اعملها ازاي؟ لو انا عملت 2 كولون كده 2 بالشكل ده هتتعامل معانا بالسهوله دي. جاب لي الاي وقام شايل الاس وجاب لي الاس الثاني وقام شايل الاي وجاب لي الام وهكذا. تمام، اللي هو ايه؟ بياخد واحد ويسيب واحده وهكذا. هنعرف كل حاجه عن الاندكس والسلايسنج بالتفصيل بعد كده، يعني انا بديك بس ايه فكره عنهم، وبديك برضو ايه بعض الحاجات انك تبقى تاخدها، تبقى عارف يعني ايه اندكس ويعني ايه سلايسنج، عشان لما نيجي نبدا في الشغل التقيل ان شاء الله. كده خلصنا الفيديو ده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بخطوة توصل وحدها.